السلامة. يا وينكم يا البنات، شنو احوالكم؟ اليوم جبت لكم دبارة، هي عصبان بسكالوب. برشا ناس ما يحبوش العصبان متاع دوارة العلوش، تجي قوية، تجيهم قوية. هاو اليوم باش نوريكم كيفاش تعملوا العصبان في السلق، وتجي خفيفة وبنينة وتعمل بها كل شيء. يلا تبعوني وشوفوا كيفاش باش نعملها. خديت 250 غرام سكالوب، نظفتهم وركحتهم وقصيتهم طريفات. ونجيبوا مغرفه كبيره فلفل زينه، ومغرفه فلفل حار شويه هذايا. خديت شطر مغرفه حبق ونعناع، ومغرفه نتاع مغرفه ماكله فلفل اكحل، مغرفه كرويه، شطر مغرفه ملح، ومغرفه كبيره بالمهروش الفلفل الاحمر المهروش. نصبوهم هذوم الكل لكاش هنايا. وخديت كاس كي من هكا البرغل هذايا والا روز، نجم تعمل البرغل والا روز. نصبوه زاده فوقهم، وناخدو نصبو كاس زيت. فوالا كي من هكاك زيت صبوه. فوالا خلطوه الكل هذا مع بعضه. بالطبيعه اني خديت السلق والمعدنوس، خديت زوز حزم سلق وزوز حزم معدنوس، خليت منهم ورق كي من هكاكا، نظفت وركحت وخليتهم ورقات كي من هكاكا باش نعملوا بهم بعد نحطوا فيه العصبان. ونجيبوا الخضره متاعنا قصينا فيها البصل والسلق والمعدنوس، ونصبها لهنا كل كاش. خلطوهم بيدينا بسم الله. وزاد عملت تقريبا 200 غرام حمص مبلول، بليته صبوه لهنا. لازم نخلطوهم مع بعضهم الكل كاش. سهله راهي مش صعيبه بكل كاش راه. فوالا ريحه تهبل. فوالا هكاك مريقل. توا نجيبو ورق السلق هذايا باش تعملها مقلوبه. هذايا وجه السلقه وهذايا مقلوب، تحطها على ايدك هكا، وتجيب الكعبه الثانيه كي من هكاكا والاخرى كي من هكا. حسيلو تعمل 4 ورقات باش تتلم العصبانه بالباهي. تحطها كي من هكا. ولا تجيب العصبانه نتاعك الفارس تحطها كي من هكاكا، وتسكر بيهم الوريقه هذه وتلمهم. وعلى فكره الورق العصبان ورق السلق ماذا بيكم تحطوهم هكاكا في كسكاس يفوروا فتيته دوبا يسخنوا ولا شويه ماء سخونه باش يرطابوا، باش ما يقعدوش يترشقوا، خاطر كي يترشقوا يتحلوا لكم، فهمت؟ وناخذوا خيط غله ونلوي عليهم هكا بشويه ساعه. دور عليها بالباهي بالخيط ساهل، راهم بعتلكش كي تجيبو راهو تتنحى، تقصها بالمقص تتنحى. هذيا شفتها، هذيا ما تخليوهاش، هذيا نحياها هذي. فوالا شفتها هاكي دارت بكل سهوله. فوالا هيا دور عليها الخيط بالباهي باش ما تتحللكمش في وسط الصوصه. فوالا توا شفته هاي عصبانة السلق. نكملوا كعيباتنا كي من هكاكا ونطيبوا به ما نحبوا احنا. جربوها يا البنات.